السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمن سلسلة ملح وسكر اختاريت اليوم نقدم لكم الدنجال معمر. هذا الدنجال اللي اليوم هذا هو الوقت ديالو، فابقوا معايا مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا لهذا الدنجال المعمر 3 ديال الدنجالات بشكل يكونوا كبارين. هذا هو الوقت ديالو، نختاروا الدنجال يكون كبير. هذا الوزن ديال هذا الدنجال يكون كيلو تقريبا. كنغسلوه اولا، نغسلوه مزيان ونستقطروه. ناخذوا منديل نشفوه من الماء، ونقطعوه بالطول. اذا الغرض ديالنا ان هذا الدنجال معمر غادي يكون مقطع بالطول بحال هذا الشكل. نحاولوا نقطعوه هذا ونخليوه بالجلده، يعني ما نستغناوش على الجلده ديالو، يكون عندنا على هذا الشكل. الان غادي ناخذوا الكسكاس اللي غادي نفوروا فيه الدنجال ونوضعوه في هذا الكسكاس باش نديروه يتفور. نحتاجوا لهذا التفوفار طنجرة الضغط اللي سبق لي درت لها الماء غادي تغلي، ودرت لها شويه ديال الحامض وشويه ديال الملح. غادي نفوروا هذا الدنجال في الكوكوط حتى يفور. شوفوا كيفاش غادي يجي الشكل ديالو. انا داك غادي نذكروا المقادير الاخرى اللي غادي نحتاجوها في هذه التعميره ديال الدنجال. الوقت اللي راه الدنجال ديالنا كيتفور نذكروا باقي المقادير. كنحتاجوا لهذه التعميره شويه ديال الكمون مع قيمه معلقه صغيره، شويه ديال الملحه ما نكتروش، عندنا الزيت البلديه او شويه ديال الزيت الروميه، الابزار، عندنا شويه ديال القزبر المعدنوس 2 معالق كبار، عندنا 2 ديال البيضات مسلوقين، واحد الحك ديال الطون ديال الزيت، وبصله مشلضه. الان غادي نقي هاد البصله باش نقطعوها مربعات صغيره نشلضوها. ناخذوا مقلاة ونشلضوا فيها هاد البصله هذه بشكل رقيق. نرقوها باش غادي نشحروها من بعد. ننتظروا على الدنجال ديالنا حتى يتفور ونشوفوا كيفاش غادي نديروا الحشوه ديالنا اللي غادي نعمروا بها داك الدنجال. الدنجال ديالنا ها هو تفور، زولنا له اللب ودرناه يستقطر من الماء ديالو. البصله ديالنا ها هي الان كتشحر بعد ما درنا لها معلقه كبيره ديال زيت البلديه ومعلقه كبيره ايضا ديال الزيت الروميه، ونزيدوا عليها الخليط ديال اللب ديال الدنجال باش يتشحر كلشي.
كنشحروا على نار مهيله. في هذه الاثناء غادي نزيدوا شويه ديال المعدنوس مقطع، وهذا اختياري، اللي بغى يديرو اللي بغى ما يديروش. غادي نحكو جوج ديال البيضات مسلوقين في الحكاكه الغليظه. على هذا الشكل. واللي بغى يقطعهم يقطعهم بالسكين، ماشي مشكل. نخلطوا دائما بالملعقه ديال العود. المقادير ديالنا كلها كتشحر. نزيدوا شويه ديال الابزار، معلقه صغيره. نزيدوا شويه ديال الكمون، ايضا معلقه صغيره. الدنجال كيبغي الكمون، كيتواتى معاه بزاف. ونحركو. نقصو شويه العافيه باش يطيب على المهل. هادشي كله يتشحر لان الدنجال راه سبقلو مفور، ما غاديش يحتاج بزاف ديال الوقت. الطون ديالنا ديال الزيت غادي نصفيوه من هذيك الزيت باش نضيفوه في الاخير مع البيض، ما تحتاج داك الزيت. نخويوه اولا هنا مع البيض. نفرتو قطع صغيره. نحركو. الحشوه ديالنا هي كتشحر. نزيدو شويه ديال المعدنوس. السيده عينها ميزانها. اي التوابل خصها تضاف. ممكن نزيدو حتى التحميره، يعني الشاونيه اللي بغا. انا هنا الملح باقي ما درتش الملح حتى نخلط الطون مع البيض ونشوف المذاق كيفاش غادي يجي، باش ما يجينيش مالح بزاف. نشوفوا نقربوا الحشوه ديالنا كيف كطيب. نخلطوا نزيدوا المقادير ديال البيض والثوم ونخلطوا كل شيء. نتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا الوصفه ديالنا كامله. الحشوه ديالنا كيف كتشوفوا راها طابت ونشفات. ايضا عندنا القلوب ديال الدنجال. الان راني بديت كنعمر الدنجال بهذه الحشوه. كناخذوا معلقه كبيره ونعمروا بها القلوب ديال الدنجال.
على هذا الشكل. نعمروهم مزيان ونحطوهم في الطبق. حتى نكملوا الحبات كاملين. الحشوه كنكونوا قبل بقنا لها الملحه الا خصها نزيدوا لها، انا ما زدتش. نكملوا التزيين. غادي نزين الطبق ديالي، وهذا التزيين اختياري، كل سيده كتزين الطبق ديالها بالشكل اللي بغات. فهاد التعميره هذه رائعه ولذيذه بزاف. نبدلوا ونغيروا شويه دائما من تحضير الدنجال على شكل زعلوك، حتى الوليدات كيبغيو هذا النوع من الحشوات كياكلوا. نكملوا كاع الحشوه ديالنا ونشوفوا كيفاش غادي يجي الطبق ديال التقديم ديالنا. الدنجال ديالنا المعمر راني قدمته في طبق التقديم، كيجي على هذا الشكل، فهو لذيذ بزاف، ولا في المنظر ولا في المذاق ديالو. وكل سيده كتزين الطبق ديالها بالشكل اللي بغات. انا زينته هنا بالانصاص ديال الطماطم والوريقات ديال المعدنوس، وعملت المايونيز على شكل قشده. نتمنى ان هذا الطبق ديال اليوم يرقكم وينول الاعجاب ديالكم، فهو صيفي وخفيف بزاف، ويمكننا ايضا نحضروه حتى ان شاء الله في شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعلى الامه الاسلاميه بالصحه والهنا والخير ان شاء الله. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم للفيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي على اليوتيوب، وايضا في القناه ديالي في الفيسبوك، ونتمنى لكم شهيه طيبه. الدنجال معمر بهذه الطريقه هذه. هذا الطبق هذا اللي بغى يشوف الوصفه يجي معايا لهذه الحلقه هذه ويقيد ويسجل المقادير وطريقه التحضير.